السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون احوالكم طيبه. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات من مطبخ مريم ميريسكو كتب. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكومير اولا الباغيط معمر بطريقه جد سهله وبمقادير غير مكلفه. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تمشيو فين. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم والف مرحبا. وإلا عجبكم المحتوى اللي كندير خليو ليا لايك واشتراك باش توصلوا ان شاء الله بالفيديوهات ديالي. وإلا كان عندكم اي اقتراح فتقدروا تخليوه ليا في التعاليق اسفل الفيديو، كنجاوب على التعاليق كلهم. ما نطولش عليكم اكثر، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا في العجينه ديال الكومير اولا الباغيط. غادي ناخذ 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اللي غربلته من قبل. بالنسبه للعبارات بالغرام تقريبا 400 غرام. وغادي ناخذ واحد المعلقه كبيره مع مرج ديال الخميره ديال الخبز، غندوبها في واحد نص كاس ديال الماء دافي، وغنضيف عليها واحد المعلقه ديال السكر سنيده هكايا باش تفاعل لينا الخميره. غادي نخليها جانبا حتى تفاعل. غادي نزيد شويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نزيد هذيك الخميره اللي دوبت مع الماء دافي والسكر، وغادي نعجن كلشي بشويه الماء دافي. بالنسبه للمقادير كلها ان شاء الله غادي نخليها لكم مكتوبه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للكميه ديال الماء فهي على حسب النوعيه ديال الدقيق. غادي ندلكها واحد شويه ومن بعد غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها حتى تخمر. على ما تخمر لينا العجينه غادي ندوزو باش نصاوبو الحشو. في مقله غادي ندير شويه ديال الصدر ديال الديك الرومي اولا الصدر ديال الدجاج اللي عندكم متوفر. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال المطارد، نص معلقه ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه، ومعلقه صغيره ديال صلصه الطماطم المركزه، وشويه ديال الملحه. غادي نزيد عليها سكينجبير، القزبور يابس مطحون، شويه ديال الثومه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال المعدنوس، الفلفل الاسود اولا الابزار، وشويه ديال زيت البلديه. وغادي نشحر كلشي. من بعد ما كيتشحر ليا الصدر ديال الديك الرومي غادي نزيد عليها واحد نص فلفله خضراء مقطعه رقيقه ونص فلفله حمراء. بالنسبه للخيزو محكوك والقرع محكوكه غادي نزيدها حتى تنزل ليا الفلفله. بالنسبه للخضره درت تقريبا واحد الحبه ديال القرعه وحبه ديال الخيزو، وانتم تقدروا ديروا الخضره اللي بغيتو. من بعد ما كتشحر ليا الخضره غادي نزيد شويه ديال الزيتون مقطع، وغادي نزيد واحد شويه ديال الشعريه الشينوا. هنايا راني ما صورتهاش. صافي غادي نبقى نحرك هذيك الحشوه حتى تنشف ليا من الماء مزيان، وغادي نخليها حتى تبرد. من بعد ما كتخمر لينا العجينه اول حاجه غادي نديكازيها، ومن بعد غادي نقسمها على 8 ديال الاجزاء.
من بعد ما كنشكلهم كويرات غادي نبدا نطلق كل كويره بوحديتها. كل كره غادي نطلقها على شكل طولي باش كتجي سهله انني نشكلها كومير كما موضح في الفيديو. صافي وغادي ناخد شويه من الحشوه غادي نديرها في الجنب ديال العجينه وغادي نبدا نلوي بهذه الطريقه هذه. صافي وديك الملاقيه ديال العجينه غادي نشدها بحال هكايا مزيان باش الكومير ما يتحليناش في الطياب بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للحشوه انا راه ما درتش فيها الفرماج، تقدروا تزيدوا الفرماج محكوك الا بغيتوا. غادي ناخذ ورق الطهي وغادي نشكلوه بهذه الطريقه هذه باش منين يطيبوا لنا في الفران ما يتلاصقوش. غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم حتى يخمروا شويه، من بعد عاد غادي ندخلوهم يطيبوا. من بعد ما تيخمروا غادي ناخذ صفر ديال البيض اللي خلطته مع شويه ديال مطيشه د الحك وواحد القطيره ديال الخل وغادي ندهنهم وغادي ندير لهم واحد الخطيطات بحال هكايا بالموس وغادي نزينهم شويه ديال الزنجلان والسانوج وتقدروا تزينوا باللي عندكم متوفر. الطريقه ديال الطهي غادي ندخلهم الفران اللي سخنته مسبقا على 180 درجه، غادي نخليهم حتى يطيبوا من التحت ومن بعد غنحمرهم شويه من الفوق. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، وإلا كان عندكم اي اقتراح تقدروا تخليوه لي في التعاليق. شكرا على المشاهده وموعدنا في فيديو مقبل ان شاء الله.